في الوقت اللي كان يوسف مسؤول كبير في مصر، طلب من باه يعقوب وكل عائلته باش يجيو يسكنوا حداه. عاشوا تما سنين طويلة، ومات يعقوب ويوسف وماتوا خوته وكل هذاك الجيل. أما ولاد الجيل الثاني كبروا وكتروا وعمارت بهم أرض مصر، وجا واحد فرعون جديد ملك على مصر اللي ما كانش كيعرف يوسف. خاف من العدد الكبير ديال ولاد يعقوب وقال للشعب ديالو خاصنا نديرو شي حيلة باش العدد ديالهم ما يزيدش يكتر. عندك يجي شي نهار ويتحدوا مع العديان ديالنا ويخرجونا من البلاد. وآمر فرعون باش يدلوهم بالخدمة اللي فيها تمارة بزاف، ولكن كل ما كانوا كيزيدوا يدلوهم ويكرفصوهم بتمارة كل ما كان العدد ديالهم كيزيد، وزادوا خافوا منهم كتر وكتر. داكشي علاش فرعون آمر باش يستعبدوهم ويقصحوا عليهم ويكرفصوهم، وآمر القابلات من اللي ولدوا النساء ديال ولاد يعقوب إذا كان ولد يقتلوه، وإذا كانت بنت يخلوها تعيش. ولكن القابلات كانوا كيخافوا الله وما سمعوش الكلام فرعون وما قتلوش الذكورة. وملي سولهم فرعون علاش قالوا له النساء ولاد يعقوب صحاح بزاف، ماشي بحال المصريات ديما كيولدوا قبل ما نوصلوا لعندهم. وآمر فرعون باش يسيبوا كل ولد من ولاد يعقوب في واد النيل. وكانت واحد المرأة ما قدتش تسيب ولدها في واد النيل وخبعاتو 3 شهور، وملي ما قدرتش تخبعو اكتر حطاتو في واحد السلة وطلقاتو في الواد، وجلست اختو حاضياه من بعيد باش تشوف شنو غادي يوقع. وكانت بنت فرعون كتعوم في واد النيل هي والخدامة ديالها، وشافت السلة وملي فتحتها جبرت وليد وقالت هذا ما يكون غير من ولاد يعقوب. ديك الوقيته جرات اختو لعند بنت فرعون وقالت لها واش بغيتي نعيط لك على شي مرأة اللي ترضعوا لك؟ وقالت لها واخا، ومشات وعيطت على يماها اللي هي يما هاد الولد. وقالت لها بنت فرعون ادي هاد الولد وردعو وانا نخلصك على الخدمه ديالك. وداك الشي اللي كان. وملي كبر الولد رجعاتو لبنت فرعون اللي تبناتو وسماتو موسى، وتربى موسى في القصر ديال فرعون وولا متمكن من كل علوم المصريين. وواحد النهار مشى باش يطل على خوتو ولاد يعقوب، وشاف واحد المصري كيتعدى على واحد فيهم، وضرب موسى داك المصري وقتلو ودفنو في الرملة. والغد جبر 2 من ولاد يعقوب كيدابزو، وقال لواحد فيهم علاش كتعدى على خاك؟ وجاوبو وشكون دارك علينا قاضي؟ واش بغيتي تقتلني كما قتلتي المصري البارح؟ وخاف موسى حيت عرف باللي الخبار داع. وملي سمع فرعون الخبار فتش على موسى باش يقتله، ولكن موسى هرب للصحراء لواحد البلاد بعيدة، وتما تعرف على واحد الراجل وتزوج بنته وولا كيسرح له الغنم. يما ديال موسى واختو والقابلات اختاروا باش ما يطيعوش امر فرعون واخا كان خطر على حياتهم. علاش؟ شنو هو الدليل اللي كان موسى كيعرف باللي اصله من ولاد يعقوب واخا تربى في القصر ديال فرعون؟ بحاجه وحده تبدلت حياة موسى كلها. وانت شنو هي الحاجة ولا الحاجات اللي بدلوا ولا قلبوا حياتك؟